السلام عليكم، أهلا وسهلا. كي بقيتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي. كنبغي نشكركم بزاف على الناس اللي كتسول فيا لهلا يخطيكم. كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله انا راجعه لكم بوصفات جديده ومقترحات جديده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم مع وصفه جديده. غادي نشوفوا طريقه تحضير رغيفات او مسمنات صغار بحشوه لذيذه. صراحة كتجي زوينة بزاف بزاف. غادي نعمروهم بالكروفيت أو القمرون وبالشعرية الصينية. كيجيو لذاذ لذاذ الصراحة من أروع ما يكون. كيجيو مورقين وخفاف بزاف. غادي زعما تحماقوا عليهم بزاف. تبعوا معايا المقادير والطريقة ديال التحضير. هنا عندي شعرية الصينية اللي رقتها هكا في الماء طايب مع القشور ديال الكروفيت. وبالنسبه للتوابل عندي التحميره، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الخرقوم، ضامه ديال الحوت، ومعلقه صغيره ديال القزبر يابس، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير. وعندي 300 غرام ديال الكروفيت. وعندي بطبيعه الحال القزبر والمعدنوس واربعه الفصوص ديال. وعندي بصيله كبيره هكا مشلضه وشويه ديال الزيتون مقطع وربع كاس ديال الحامض. صافي كنخلط داكشي كله في مولينكس. وغادي ناخذ هنايا مقيله غادي ندير فيها شويه ديال الزبيته ولا شويه ديال الزبده. وغادي نشحر مزيان حتى تنزل لي مزيان ديك البصيله. وعاد كنزيد 2 معالق كبار من داك الشرموله اللي درت. وكندير الكروفيت كنخليهم كيتشحروا مزيان. صافي من بعد غادي نحيد داك الكروفيت ديالي وغادي ندير الشرموله اللي بقات لي. وغادي ناخذ الفيرميسيل ولا الشعريه الصينيه هكا. اما تاخذوا العاديه ولا ديال الروز، نتوما كيبقى لكم الاختيار. الصراحه انا كيعجبوني بجوج. المهم انا درت الشعريه العاديه يعني ماشي ديال الروز. صافي غادي نخليهم يتشحروا هكا شويه على ما كتدخلي فيها ديك الشرموله كلها. والبنات راني نسيت شويه ديال الملحه ما ذكرتها لكمش. بطبيعه الحال الملحه كتبقى على حسب الذوق. وصافي هنايا كندير عليها هكا داك الكروفيت اللي شحرت. الصراحه كتجي زوينه بزاف. هذه تقدروا تعتمدوها في جميع زعما في جميع الحشوات هكا. الا بغيتو تعمروهم حتى في البسيطلات ميني بسيطلات راني ديجا شاركتهم معكم بنفس الحشوه. وهنايا كندوز ما شاركش معكم الصراحه الطريقه ديال العجينه ديال المسمن. العجينه العاديه غادي ديروا انا درت 2 كيسان كبار ديال الدقيق مع كاس كبير ديال الفينو. صافي خلطتهم مع شويه ديال المليحه وشويه ديال الخل. وصافي عجنتهم بالماء عادي وخليتهم يرتاحوا مزيان. صافي من بعد هكا خليتهم يرتاحوا هكا على الاقل واحد 3 ديال الساعات. قد ما خليتهم يرتاحوا قد ما صراحه كيجيكم مسمن مزيان. صافي هنايا شكلتهم كويرات وخليتهم بطبيعه الحال عاوتاني يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق باش يساعدونا هكا ملي نكونوا كنطلقوا المسمن ديالنا. صافي كناخد اول كويره وكنبقى كنشكلها هكا على بحال اللي كنصاوبوا المسمن عادي. ولكن من الاحسن صراحه ديروا كويرات يكونوا صغار باش من تعمروهم يجوكمش هكاك زعما معجنين من الداخل. من الاحسن يكونوا غير صغار. صافي كنبدا كنفرقهم. انا صراحه صوبتهم غير بالزيت، ولكن نتوما الا بغيتو تزيدوا الزبده تزيدوها. واخا هكاك صراحه جاو زوينين والله. غير اعتمدوهم هكا راه كيجيو زوينين. ودابا مقبلين على شهر رمضان ان شاء الله لا يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. تقدروا زعما هذا كمقترح تقدروا تصوبوه هكا في الفطور ان شاء الله. صراحه كيجيو زوينين وفي نفس الوقت كيجيو مقرمشين. يعني الصراحه الا صوبتوهم غادي يوليو معتمدين عندكم ان شاء الله. صافي انا غادي ندوز غادي نشكل معكم وحده اخرى كيف ما كتشوفوا بنفس الطريقه. صافي بحال كنطوي المسمن عادي غير هما كيجيو صغيورين. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. صافي من بعد غادي نخليهم يرتاحوا هكا واحد 10 دقائق هكا ولا غير 5 ديال الدقائق. وصافي غادي نبدا كنشكل. صافي من بعد ما خليتهم يرتاحوا انا خليتهم يرتاحوا غير 5 دقائق هكاك. صافي من بعد كناخذ اول وحده شكلتها كنبقى كنسرحها هكا مزيان كنبسطها. كنحاول ما امكن نرقق الجوانب والوسط نحاول نخليه هكاك شويه غليظ يعني ما نرقوش بزاف باش ما تخرجليش منه الحشوه. نركز اكثريه على الجوانب. من الافضل ترقوهم مزيان. صافي كناخذ الحشوه ديالي عادي وكنديرهم هكا في الوسط كيف ما كتشوفوا. المهم نتوما الا بغيتوهم عامرين بزاف راكم نتوما كتحكموا هكا في الحشوه. وبالنسبه لهاد الحشوه هذه تقدروا تزيدوا فيها فرomاج غابي ولا بلاش خليوها غير هكا. انا صراحه ما درتوش خليته غير هكا عادي. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى كنطوي الجناب
كنلاقي الجلد مع الجنب وصافي، وكنضغط على الوسط هكا كيف ما كتشوفوا معايا. المسمنات صراحه كيجيو زوينين بزاف. الا وصلتوا حتى لهنا كنتمنى انكم تشجعوني، بارطاجيو القناه فضلا وليس امرا، خليوا لي واحد الكومونتير زوين بحالكم، واحد اللايك الا جات على خاطركم بطبيعه الحال. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، وكنرحب بزاف بالناس اللي دخلوا عندي جداد، الله يخطيكم. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا غادي نكمل كاع الوحدات اللي عندي بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نستمر حتى نساليهم كاملين، ومن بعد غادي نرجع معاكم ونكملوا الطريقه مع بعضياتنا. خليكم معايا. صافي من بعد غادي ناخذ واحد اللاطه ديال الفران هكا، اما غادي ديروا لها ورق الطبخ ولا غادي تدهنوا غير بشويه ديال الزيت ولا شويه ديال الزبده اللي كان متوفر عندكم. صافي هنايا انا راني كنت دهنتهم هكا بصفر البيض، بصفر بيضه مع قطره ديال الخل غير باش ما يبقالناش داك الجهد الزفوريه ديال البيض. من بعد غادي ناخذ حبات ديال الزيتون غادي نضغط بهم في الوسط هكا غير تفاديا باش ما يتحلولناش هكا، ولا ديروا غير طريفات ديال الفرomاج ولا شويه ديال الفلفله مقطعه هكا حتى هي يمكن لكم ديروها هكا في الوسط. صافي من بعد غادي ناخذ زريعه الكتان غادي نرش بهم هكا الرغيفات ديالي، ولا نتوما ديروا بودور الشيا ولا السمسم الزنجلان حتى هو صراحه كيعطي واحد لوكو زوين هكا في هاد الرغيفات هادو، ولا تخليهم غير هكاك سامبل كيجيو زوينين بصراحه. صافي هنايا كنكون مسخنه الفران على درجه الحراره مرتفعه حتى كندخل بطبيعه الحال اللاطه ديالي، عاد كنقص عليه كنخليه على عافيه متوسطه، وكنخليهم يطيبوا مزيان هكا من التحت حتى كنشوفوهم تحمروا من التحت، عاد كنهبطوهم هكا ياخذوا اللون من الفوق، داك اللون الذهبي. كنتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم، وكنشكركم بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، الصراحه كيجيو زوينين بزاف ومقرمشين. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا انا راني حله معكم وحده غادي نشاركها معكم. صراحه كيجيو زوينين بزاف ومقرمشين، وغادي يوليو معتمدين عندكم ان شاء الله. غير جربوهم ما غاديش تندموا. وكنشكركم بزاف بزاف، والى اللقاء فيديو القادم ان شاء الله.